هو ايه يا جدعان الحوار ده؟ نصحى الصبح مرة واحدة يقول لك إن الشعب اتنصب عليه ب6 مليار جنيه. طب ازاي ومنين وإيه القصة دي أساسا؟ أنا عارف كل ده النهاردة معاكم مصطفى من قناة بلاك سان. من فترة مش بعيدة كده ظهر لنا واحد في أهالي الصعيد كده من ناحية الكرة جوه شوية. قال لك إيه طلع اسمه المستريح. وكان واحد عادي الناس بتكلمه كده وجا قال لك إيه هديني مش عارف إيه وفلوس مثلا أو أراضي أو حيوانات مثلا من الناس اللي بتربيها، وكان بياخدها مثلا ويديها لهم الضعف بأسعار عالية جدا. وده كان من ضمن أول نصاب تقريبا ظهر من فترة قريبة، وساعتها فعلا جمع فلوس كتير قوي وفعلا نصب على الناس وخد. وساعتها كل الناس بقى الاهالي اللي هنا وبتوع اسكندريه والقاهره بقى وبتاع كله قعد يتريق وقعد يقول لك شوف النصب بيعمل ايه وشوف الناس بتعمل ايه. وكان نصيب له الصراحه برضه يعني في مبلغ حلو مش وحش، وبرضه اتقبض عليه وجا في الاعلام وحصل حاجات كتير قوي اياميها. جالنا بقى من يومين كده بالظبط او حوالي من كام يوم جالك بقى اللي هينصب على الناس اللي بتقول انها بتتذاكى والناس الذكيه جدا بقى. يعني انت كنت بتتريق على اهالي القرى اللي كانوا بيقبي يعني اتنصب عليهم من ناس زيهم، جيت انت بقى هنا اتنصب عليك من تطبيق. ازاي بقى؟ طلع لك بقى تطبيق اسمه هوك بول، وجا قال لك بقى تطبيق تداول ومش عارف ايه وبتاع، نفس الحوارات اللي انا كنت بتكلم عنها في الفيديو دوت. هتلاقيه في الاي اللي هنا والاي اللي هنا، ارجع اشوفه عشان فيديو مهم. وجا بقى نصب على الناس اللي كانت عامله نفسها ذكيه بس بطريقه انيل. يعني انت الناس اللي في القرى اتنصب عليها من واحد بيكلمهم، ما بالك انت اتنصب عليك من تطبيق على التليفون. هعرض لكم شويه حاجات في الفيديو ويا رب ما اخد عليها كوبي رايت، ولو اتاخد عليها كوبي رايت هضطر اشيلها وممكن ما تلاقيهاش وقت ما انتوا بتتفرجوا. حاجة تدفع 4000 جنيه، كمان 5 أيام هيجيلك 20,000. في بقى حاجة أكبر، ادفع 8000 وبعد 5 أيام هينزلك 40,000. يعني روح ادفع 12 هينزلك 60,000. أنا طمعت وعملت في نفسي نصيبة. زي ما انتم شايفين بقى كمية الناس اللي أخدت قروض واللي باعت بيوت واللي باع ذهب. ليه؟ لأن هو كان بيقول لك هديك فلوس، يعني هتشتري عملة وهمية أساسا يعني وعملة الهوك بول ديت، ويقول لك إن أنت هيرجع لك منها مثلا مكسب 25% أو 50% تاني يوم على طول. يعني أنت ما فيش حاجة عمرها في الدنيا ما تديك مكسب تاني يوم بالارقام الغريبه دي. تقريبا اقل حد اتنصب عليه في الحكايه دي كان ب 16,000 جنيه. طبعا بقى كل الناس كلها راحت رمت فلوسها هناك والناس كلها ما صدقت. جه تاني يوم او تالت يوم التطبيق مره واحده اتقفل. احنا كنا اساسا بندفع فلوس ماشي لرقم فودافون بيقول لك حول فلوس تاخد فلوس. دلوقتي دفعنا فلوس ما خدناش فلوس وخدوا فلوسنا كلها، وانا واحد ليا 16,000 جنيه. ده اتنصب فوق ال 10 مليون، مش انا لوحدي. اسكندريه، الصعيد، المنوفيه، بنها، السويس، القاهره، كتير في كل المحافظات. وكل الناس بقى كلها طلعت تجري على الاقسام عشان تبلغ على التطبيق. انت لو انت بتعمل ايه حضرتك يعني؟ بس الحمد لله الصراحه ان الشرطه استجوبت وان بجد قبضوا على ناس منهم وراحوا عرفوا هم مين وجابوا القصه كلها وقبضوا عليهم. تقريبا كانوا حوالي بتاع 19 او 23 شاب ولا حاجه، وكانوا مؤجرين بتاع فيلتين وتعرف مكانهم بالظبط واتقبض عليهم، وكان اغلبهم مش مصريين كمان. وكان في واحد من الناس اللي بتتكلم كمان كان بيتكلم ان ازاي كمان التحويل كان عن فودافون كاش، وان فودافون كاش عدتها وان المبالغ دي كانت بتحط عليه. بس اتضح ان البرنامج كان عليه بتاع اكتر من 3000 خط فودافون. اصلا هو تشغيل دماغ عالي، وفي طرف قصاد طرف كبير. على فكره ان الموضوع مش سهل، ازاي نتعاقد مع فودافون كاش ونسبه كميه الفلوس اللي بتتحول دي، والشركه تقول لك افراد. على كده الشركه بالنسبه للرقم اللي هم خدوه ده مبلغ كبير جدا. يعني ازاي فودافون ما تكشفش حاجه زي كده؟ في 100,000 و70,000 و42,000 و83,000، هتشوف ارقام رهيبه. وغير الناس اللي كمان ما بتعلنش، يعني يقول لك 6 مليار مبلغ كبير جدا وما ينفعش الموضوع ده يسكت عليه. ده طبعا عشان يوزع عليها الفلوس كلها ومحدش ياخد باله من الفلوس اللي بتتحط قد ايه. طبعا اتقبض عليهم واللي رجع بس لحد دلوقتي 19 مليون جنيه. تخيل رجع 19 مليون من 16 مليار جنيه مصري. والمصيبه الانيل كمان ان هم لما راحوا جابوهم كمان كانوا بيجهزوا تطبيق جديد، يعني كانوا هيطلعوا تطبيق جديد ينصبوا عليهم تاني وينصبوا على ناس جديده. كل ده عن طريق الوهم اللي بيتقال وهو العملات الرقميه اللي كنت مكلمك عليها برضو في الفيديو دوت. يبقى ارجع اشوفه في الاي اللي هنا والاي اللي هنا. وحاطط لكم كمان تحت في صندوق الوصف روابط فيديوهات ومصادر مفيدة قوي ولازم تتفرجوا عليها في الحوار ديت علشان تطمنوا وتفهموا انتوا بتعملوا ايه بالظبط. اغلب طبعا مجتمع التقنيين نزل تهزيء وتريقة عليهم لان اغلب الناس كانت بتتكلم في الحوارات ديت
وان ما في حاجه اسمها ثراء سريع، او حاجه يقول لك خد النهارده دولار وهديك بكره $100 وحاجات غريبه بتحصل يعني. على كده رغم كل الكلام اللي قعدت اتكلمه في فيديو التداول، برضه ناس جت تكلمني وناس جدا مقتنعه بحاجه اسمها تداول، وان قد ايه التداول ده بيكسب فلوس، واني اجيب $1000 في يومين 3 وحاجات غريبه بتحصل. قصدي ان هو برنامج وبيقول لك اعمل تربح هتدفع 8000 جنيه تاخد 4000 جنيه كل يوم، وما خدناش حاجه خالص. قال لها مثلا لو جينا سالنا تشات جي بي تي انا ازاي اقفش الحوارات ديت وازاي اتاكد ان البرامج اللي انا بتعامل معاها موثوقه، يعني تعالى نشوف قال ايه. زي ما انت شايف كده، انك اول حاجه تتاكد من الترافيز بتاعه البرنامج، تشوف تقييمات الناس اللي قبلك والاراء، وطبعا البرنامج ما كانش فيه تقييمات اساسا. تشوف مثلا الامان والحمايه، هل اللي انت بتدخل فلوسك عن طريق حاجه كويسه وحاجه امان. ومع الاسف ان ده كان موجود في البرنامج عشان كان بندخلها من فودافون كاش، الناس وثقت من الحته دي. عندك مثلا تشوف شهرة المنصة، هل المنصة أصلا مشهورة ولا أي كلام وخلاص. تشوف مثلا الشروط والأحكام، من الناس بتدوس عليها صح وبتعمل سكيب وخلاص بتجري. تشوف خدمة العملاء، هل هم موفرين خدمة عملاء كويسة بتستجوب وبتتكلم معاك ولا لأ. والعروض والمزايا، والعروض والمزايا دي كان مش مهم. بس كده، دي أبسط حاجة ممكن تعرفها. والذكاء الاصطناعي كمان هو اللي مجاوبك عليك، ما بالك بقى الذكاء البشري بيقع فيها. لا ده كمان ايه، على ذكر تشات جي بي تي، الناس كمان لقيت ان في اكونتات بتتباع على الفيس، اللي يقول لك الاكونت ب 40 جنيه واكونتات ب 70 جنيه. واللي يضحك اكتر، لقيت واحد يكلمني جاي عايز يبيع لي اكونتات، يقول لي الاكونت الالماني ب $9 والاكونت اللبناني ب $4. ولما جيت اساله ايه الفرق في الجنسيات، قال لي بص، هو انا الصراحه ما اعرفش، اصل انا مش شغال معاهم. الصراحه يعني يا جدعان الحوار يضحك يعني. حتى تشات جي بي تي كمان في ناس بتباع اكونتات، والتشات جي بي تي يا جدعان مجاني 100%. لو عايزيني طريقه اقول لكم ازاي يشتغل في مصر، ممكن انزلها لكم، ممكن اعملها لكم فيديو شورت او فيديو طويل برضو زي ما تحبوا. يبقى اكتب لي برضو تحت في الكومنتات. الكلام هنا بقى، هل الحوارات ده هتخلص؟ لا مش هتخلص. وزي ما البرنامج ده طلع هيطلع غيره تاني، وزي ما الحوار دوت مشي في مصر هيمشي في اكتر من دوله تانية، والناس هيتنصب عليها برضو تاني. فاحنا المفروض نعمله ايه يعني؟ انت اللي عليك اي فيديو زي الفيديو اللي انا شفته او الفيديو بتاعي مثلا، مش شرط يا عم الفيديو بتاعي، اعمل له شير وفهم الناس ووصله لاكتر ناس ممكن. وفيديوهات كتيره قوي كنت متكلم عنها وفهمتك ايه هي التداول وايه هو العملات الرقميه، وحاجات كتيره قوي اتكلمت عليها. يا ريت برضه الناس تشوفها عشان تتاكد بنفسك. وبس كده نكون خلصنا الفيديو، يا رب نكون فدناكم. متنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك الجمال بتوعك لو اول مره تشوفنا. ولو في اي جديد في الحوار برضه هبقى انزلك على بقيه الصفحات، هتلاقي اللينكات كلها تحت في صندوق الوصف، يبقى انزل تابعني. ومع السلامه.